ازاي تستعد للاختبار الرياضي للتقديم للكلية الحربية والشرطة؟ خلينا بقى مع بعض نبدأ بتقسيم الاستعداد لثلاث حاجات. اول حاجة ليلة الاختبار اللي هو اليوم اللي قبل الاختبار، الاختبار الصبح او صباح الاختبار الصبح، والاختبار نفسه. اول حاجه هنظبط الاكل في ليله الاختبار، هنخلي العشاء بتاعنا بدري شويه الساعه 7 مثلا عشان جسمك يلحق يهضم الكلام ده. وتاني حاجه نوع الاكل ما يكونش اكل تقيل زي البيتزا او ماك او الحاجات دي كلها، علشان ما يحصلش اضطرابات في المعده تاني يوم الصبح يبقى فيه امساك او اسهال فتبقى مضطرب ومش حاسس ان انت مركز كويس. تبدا تحضر الشنطه بتاعتك يا وحش. الشنطه بتاعتك يكون فيها اربع حاجات مهمين جدا. اول حاجه الكوتشي. الكوتشي لازم يكون كوتشي رياضي خفيف علشان تقدر تتحرك فيه في الجري او في التمارين بتاعتك وما يأذيش رجليك وتقدر تتحرك فيه كويس، خصوصا في تمارين البالانس اللي هي التوازن. لازم الكوتشي ما يكونش جديد علشان ما يأذيش رجليك او رجلك ما تكونش مرتاحه فيه، وما يكونش قديم متقطع فبرضه يضايقك في المشي. يكون حالته كويسه علشان تقدر رجلك تكون مرتاحه فيه وتكون لبسته مره او اتنين وجريت فيه مره او اتنين. لازم يكون معاك شورت رياضي ويكون قطن وحاجه كده مريحه عشان تقدر تجري وتتحرك فيها، ويكون معاك مايو علشان قفزه الثقه والسباحه، ويكون معاك تيشيرت قطن زي ده مثلا، حاجه خفيفه وما تكونش ضيقه قوي فتقدر دراعك يتحرك فيها كويس، وعلشان ما يكونش ضيق عليك فيتعبك. ممكن تحط برضو سبراي عرق كده عشان ريحتك تكون كويسه لما بتعمل جهد بدني كبير، وهتبقى مقرب من الناس اللي هي بتلعب معاهم ضغط او ماسكينك في البطن او قريبين منك في العقله، فيكون ريحتك حلوه فهو يحب ريحتك حتى، وممكن يمشي لك كام عده ولا حاجه. دي حاجه مهمه جدا. واهم حاجه في الليله ديت هي النوم. لازم تنام بدري علشان هتصحى قبل الفجر بساعه، وهقول لك ليه في النقطه الثانيه اللي هتكلم فيها. نام كويس عشان النوم هيكون مهم جدا للراحه البدنيه بتاعتك، فتقدر قايم تبقى فايق وتصحى بدري وتلاقي نفسك فايق وتجري كويس. وده كمان ان النوم مهم جدا للاداء الرياضي او البرفورمانس. احنا كلاعبي كمال اجسام او كلاعبي فتنس النوم مهم جدا لينا عشان نقدر نتمرن ويكون جسمنا فايق ونقدر نعمل اداء كويس جدا. وفي ليله الاختبار بالليل اوعى تعمل جهد بدني، يعني لا تروح تلعب كوره ولا تنزل الجيم ولا تلعب عقله ولا تتدرب على الضغط ولا تتدرب على البطن. ريح جسمك تماما عشان عضلاتك تكون مستريحه فتقدر تاني يوم الصبح تكون فايق وتعمل اداء قوي جدا. مهم جدا اللي انا بقول لك عليه برضه علشان ما يحصلش اصابه لا قدر الله والحاجات دي تاثر عليك بكره، فخليك في الامان وما تلعبش لا كوره ولا تروح الجيم. انت عملت اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. حاجه مهمه جدا في ليله الاختبار برضه انك ما تفكرش كتير وانت نايم على السرير. انت واحد عملت اللي عليك واتدربت على العقله وبقالك سنين بتحضر او شهور بتحضر وظبطت الدنيا، سيب الباقي لربنا سبحانه وتعالى، لو ليك فيها نصيب هتكون موجوده. بعد كده نخش على الحاجة المهمة بقى، وهي أول ما تصحى من النوم. هتصحى قبل الفجر بساعة، هتحضر الشنطة بتاعتك وتأكد على حاجاتك والبطاقة وكل الحاجات اللي انت محتاجها. بعد كده يا وحش هتقوم قايم مصلي الفجر حاضر وتدعي ربنا ان هو يوفقك، وان لو فيها خير ربنا يكتبها لك ان شاء الله. بعد كده هتاخد بعضك وتطلع على الكلية الحربية بدري، ويكون معاك التالي. هيكون معاك موزتين وثلاث تمرات وتعمل فنجان قهوة سادة بس. خلي بالك من مشروبات الطاقة علشان بتعمل العكس، وبلاش تاكل حاجة مسكرة او بروتين بار او حاجات تديك بار قبل التمرين لو انت مش متعود عليها، لان الحاجات ديت هتأذيك وهتأثر بالسلب عليك. وعلشان كده بحذر تاني بقول سكريات او حاجات فيها سكر عالي قبل التمرين او قبل الاختبار الرياضي بنص ساعة، لان ده بيرفع معاك الباور او الربع ساعة، وبعد كده بينزل انخفاض مستوى الانسولين فتحس ان انت دايخ وهبطان ومش قادر تتمرن. ركز معايا، كل اللي انت محتاجه 3 تمرات و3 موزات هتاكلهم او موزتين علشان معدتك ما تكونش مليانه، وتوكل على الله. نبدا بقى في الحاجات المهمه، هو يوم الاختبار الرياضي وايه اللي بيحصل. لما بتخش بيبدا يديك رقم رياضي بتبقى تحفظه، واهم حاجه الاسم بتاعك علشان كل حاجه بتعملها بتقول الاسم الرياضي وتقول الاسم بتاعك وتبدا الاختبار. اول اختبار معايا هو اختبار الضاحيه. واختبار الضاحيه بيكون عباره عن 3 ازمنه. ال3 ازمنه دول مقسمين ل3 حاجات، كل حاجه فيها درجه. اول درجه معايا لما بتخلص الضاحيه بتاعك لمده كيلو ونص، ال6 دقائق بيديك عليهم 40 درجه، وبعد كده 6 دقائق ونص بيديك عليهم 30 درجه، وبعد كده 7 دقائق بيديك عليهم 20 درجه. بعد ال7 دقائق ما بيدكش اي درجات. بما ان كنت في فرقه الصاعقه المصريه وكنت بخدم في شمال سيناء، فخليني اقول لك على النصيحه المهمه اللي تقدر تجتاز بيها الضاحيه. اول ما يصفر انك تبدا الاختبار اوعى تجري بسرعه، اجري واحده واحده اللي هو الجوجنج، جري البسيط. بعد كده ابدا زود من سرعتك وزود من سرعتك لحد ما تلاقي يافطه مكتوب عليها تبقى 500
متر. اول ما يقول لك تبقى 500 متر اجري كأن في كلب بيجري وراك بسرعه كل ما تقدر فيها، وحاول تتفادى زمايلك عشان ما تتكعبلش وتقع. هتوصل ان شاء الله وتعدي الاختبار. واختبار الضاحيه لازم تعمل حاجه مهمه وهي تنظيم النفس بتاعك. ازاي؟ يعني وانت بتجري اوعى تكتم نفسك خالص، اوعى تتنفس من بقك فقط، كل ده بيأثر على الجهاز التنفسي وبيخليك تعبان اكتر. اوعى تجري باقصى سرعه في البدايه، خلي الجهد بتاعك متقسم على فترات لحد ال 500 متر زي ما قلت لك. حاول تتنفس من مناخيرك وتطلع الزفير بتاعك من بقك، وبكده هتقدر تجتاز الاختبار. نخش على الاختبار التاني، يلا بينا. بعد كده وحش التوازن، وهو عليه 10 درجات ومحدش بيسقط فيه لان الموضوع سهل، بتعدي على خشبه كده وخلي فيه بالانس هتلاقي الدنيا عدت تمام. نخش على الاختبار اللي بعده، يلا بينا. السبرنت. بص بقى، مش عايزك تعمل لي فيها محمد صلاح وتخش تعمل لي سبرنت جامد جدا. سبرنت ال 100 متر لمده 15 ثانيه. وعشان تجتاز الاختبار ده انت محتاج ان انت تنظم نفسك وتجيب اخرك في الجري، وان شاء الله تعدي الاختبار وتاخد ال 30 درجه كاملين علشان انت شخص مجتهد. واهم حاجه وانت بتعمل السبرنت تكون واثق من جواك ان انت تقدر تجتاز الموضوع ده، وطبعا تكون متدرب على الحاجات دي قبل كده. السباحه ودي اختياري، يعني لو عملتها بتاخد درجات ولو ما عملتهاش ما بتخصمش منك درجات. فلو بتعرف تعوم، المايو اللي انا قلت لك حطه في الشنطه وابدا اعوم يا وحش، وان انت تعدي من حمام السباحه رايح جاي، فده بيديك الدرجه بتاعتك. بعد كده قفزه الثقه، وكل اللي تفتكره ان انت هي دي الحاجز الوحيد اللي قدامك علشان تقدر تعدي الاختبار. غمض عينيك، ايديك جنب رجليك ورجليك مضمومه ببعض ومسمار، انزل في الميه وسيبها على الله وهتعديها باذن الله، عشان قفزه الثقه مهمه جدا. وعايز اقول لك لو ما قفزتش بالسلامه، مالكش مكان. فاهم حاجه انك تعرف ان دي حاجه مهمه ولازم تعملها عشان تاخد الثقه بنفسك، وصدقني بعد ما تنط هتبقى فخور جدا بنفسك. قفزه الثقه برضو حاجه مهمه جدا. اول حاجه بينده عليك بيقول لك جاهز، فبتقول الاسم بتاعك وبتقول الرقم الرياضي وتبدا تتوكل على الله وتقفز، وان شاء الله موفق يا بطل. نخش بقى على الثلاث حاجات المهمين اللي انا كنت بديك فيهم فيديوهات عشان تجتازهم قبل الحربيه بشهرين وبثلاثه كل سنه. خلينا ابدا معاك باول حاجه وهو الضغط وهو البوش اب، وهقول لك ازاي بتتمرن التمرين صح، وهسيب لك فيديو مخصوص على الموضوع ده عشان العده الغلط ما بتتحسبش. بس خليني اشرح لك كده زي الفيديو اللي قدامك. كل اللي انت بتعمله انك هتنزل وضع الضغط بتاعك، خلي كوعك قريب من جسمك، عشان بشوف ناس في الفيديوهات بتاعه الحربيه بتعمل كحه كده وده غلط. خلي كوعك قريب من جسمك واخد على شكل سهم، وبعد كده خلي وسطك لفوق وظهرك ما يكونش طالع فوق قوي وما يكونش نازل تحت. اشفط بطنك وخلي رجليك مشدوده وانزل لحد ما يكون في قبضه بين صدرك وبين الارض، وبعد كده تطلع تلمس ايد الشخص اللي قدامك اللي هو بيعدلك. هتلمس ايده تحت وتلمس ايده فوق. واهم حاجه اوعى تكتم نفسك، نصيحه مهمه، اوعى تكتم نفسك وهات اخرك لحد ما تقع. الرياضي بيبدا درجاته تشيل بعضها، وانت جيد في حاجه خليك ممتاز فيها علشان تاخد درجات وتعوض النقص بتاعها. لو انت مش كويس في العقله زود ضغط، لو انت كويس في العقله ومش كويس في الضغط فزود عقله، وهكذا. كمان برضو البطن. نخش بقى على الحاجه المهمه وهي العقله. وانا عارف ان ناس كتير فيكم ما بيعرفوش يعملوها، بس خليني اقول لك الطريقه الصحيحه بتاعتها. وطبعا اتس تو ليت، بس حاول تعمل اللي عليك. اهم حاجه في العقله ان انت تطلع تكون دقنك بتعدي البار، وانت نازل بتفرد كوعك مش للاخر، حاجه بسيطه خالص، يعني مش تانيه كله ومش فرده كله. بعد كده رجليك ممكن تكون سايب رجليك او ممكن تكون ضامم رجليك لتحت او رافعها، مش بتفرق قوي. بعد كده اول سحبه للعقله مش بتتحسب، بعد كده بيبدا يعدلك من تاني سحبه على طول. هتطلع تطلع النفس بتاعك فوق وانت نازل تاخد النفس بتاعك تحت، وتخلي دقنك تعدي العقله عشان تعدي الاختبار بتاعها بتجيب 10 عدات، لكل عده 4 درجات، يعني الاربعه في 10 ب 40 عده. ف 10 عدات مش كتير، اعتقد انك تقدر تعديهم ان شاء الله. كل اللي عليك ان انت هتحط رجليك في الحاجه اللي هو حاططها لك، او لو واقف هو على رجليك خلي ركبتك الاتنين ضمين على بعض ورجليك شكل 8. حط ايدك على صدرك وانت طالع، حاول تخلي راسك لقدام شويه وانت طالع. طلع النفس بتاعك وانت نازل خد النفس بتاعتك. طب الطلعه بتاعتك لكل حد فين؟ بتكون لحد القبضه بتاعت ايدك توصل للفخذ بتاعك، وبعد كده يا وحش تقوم مطلع النفس وانت نازل تاخد النفسك. اهم حاجه ظبط النفس بتاعك، واهم نصيحه في كل اختبار انك تظبط النفس بتاعك، علشان جسمك لو انت كاتم نفسك ايه اللي بيحصل ان جسمك بيبدا يعمل توقف للعمل، علشان بيكون مضطرب وبيحس ان في حاجه غلط في جسمك، فبيبدا يقاوم الكلام ده ويخليك توقف اي نشاط بتعمله. لو نظمت نفسك هتقدر تعدي اي اختبار، وان شاء الله باذن الله
اهم حاجه نصيحه بقدمها لك هي الثقه بالنفس. انت شخص عملت اللي عليك وسبتها لربنا، عملت كل التجهيزات وحضرت نفسك ورحت الاختبار وكنت راجل وقد المسؤوليه. بعد كده لو ربنا كتب لك الخير فهي مكتوبه ليك وان شاء الله خير، ولو ربنا مش كاتب لك خير فيها فكتب لك خير في حاجه احسن. فان شاء الله انت لسه في بدايه مشوارك، فما تنساش تعمل لي لايك وسيف علشان تخش تشوف الفيديو قبل الاختبار الرياضي بتاعك وتنفذ الكلام ده اللي في الفيديو. ولما تخلص سيب لي كومنت وقول لي كوتش انا عديت الاختبار ان شاء الله. واهم حاجه انك تدعي لي دعوه كويسه، مش تعمل شير عشان غيرك يستفاد، وسيب لي كومنت وقول لي ان انا عديت الاختبار. دي حاجه تفرحني جدا ان انا فدت عدد من الناس. ويلا بينا نكسر الدنيا، يلا بينا نوصل للهدف بتاعنا ونسعى عشان ربنا يكرمنا. يلا بينا.